دلوقتي يا عم احمد احنا عندنا مشكله. كل ما نيجي نشتري منديل، المنديل يطلع مش كويس او يطلع منديل يعورنا او منديل مش نظيف. ممكن تنصحنا ازاي نفرق ما بين المنديل النظيف والمنديل اللي اي كلام ما ينفعش نجيبه اصلا؟ المنديل النظيف اللي تأمن عليه بيتك واولادك واطفالك، المنديل يكون زيرو شوايب، مفيش فيه اي شوايب. عشان تعرف ازاي المنديل مفيش فيه اي شوايب، ممكن بعد ما تفتح العبوه ارفع المنديل على اي اضاءه شمس، اضاءه مصباح عادي، هتشوف التكوين الداخلي بتاعه، الشكل بتاعه. بقى عملي؟ ايوه، ممكن على الفلاش على طول عملي، ما نستناش. ايوه. لقينا المنديل ما بص، ده ما فيش فيه شوايب، هو ده التكوين الداخلي بتاع المنديل. تمام كده تعرف ان المنديل ده بيور، ده حاجه نظيفه، حاجه تقدر تستخدمها في الاكل، حاجه صحيه، حاجه تحطها على وشك كويس. بالخلاف كده بيبقى فيه شوائب مثلا بتبقى باينه، شوايب باينه زي اكنه دشت كده، او حاجات زي حاجات مش معجونه كويس في العجن. هل السعر بيفرق؟ اكيد طبعا السعر بيفرق، في تفوق كبير في الخامات البيور، في الخامات السوبر ميكس، في الخامات الميكس. كل يعني حاجه ولا سعر. معنى كلامك ان انا ما ابصش للسعر قد ما ابص ما تبصش للسعر، ما يبقاش ان انا بجيب قطعه ب 10 جنيه او قطعه مكتوب عليها 500 منديل او 1000 منديل. لا، هي ما بتبقاش بالعدد الفعلي. هي بتبقى في الاخر بتبقى عبوه كبيره في الاخر مكتوب عليها 500 منديل، بس هي مش عداد فعلي، هي في الاخر منديل فيه نقشه. تمام. بس كل حاجه طبعا على قد سعرها، المستهلك هو اللي بيختار يحط نفسه في انهي جوده هو عايزها. تمام. يعني احنا هنلاقي الجوده في منديل نفيره؟ لا يا باشا، اكيد توكل على الله. خلاص، اعتمدنا على الله.